Dude, 2 times that happened. هلا بيكم يا شباب في الحلقه الثانيه اللي بنتعلم فيها انجليزي من مسلسل فريندز. وسلسله النهارده او السلسله اللي معانا دي عن عيد الشكر. Thanksgiving. Let's go. Subscribe. السلام عليكم يا شباب، انا احمد يونس، اهلا بيك في قناه English for more fun. النهارده بقى هنكمل المشهد من مكان ما وقفنا. لو فاكرين في الحلقه اللي فاتت مونيكا وتشاندلر ما كانوش عاوزين يستضيفوا عيد الشكر عندهم، ولكن فيبي اقنعتهم. النهارده بقى هنشوف وهنعرف حاجات كتير، لاننا هنشوفهم وهم بيحضروا الاكل، وكمان هنروح ماتش سريع كده مع راس وجوي، فتاكد انك تفضل معانا للاخر عشان تعرف ايه اللي هيحصل. ولو اول مره معانا يا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان تبقى مع ان شاء الله 12000 اخ واخت بيتعلموا انجليزي من الافلام. يا ناس الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بنعرف مصطلحات وتعبيرات وطريقه كلام مش هتلاقيها في اي كورس، فيا ريت نستغلها. صلى على النبي. Let's get the show on the road. I'm serious. Let me do something. Just not the turkey or the stuffing. Nothing high profile. Serious معناها جاد. لما اقول لك I'm serious دي معناها انا جاد، انا بتكلم جد يعني. لو حابب اقول لك انا جاد بشأن كذا او انا جاد في كذا بقول I'm serious about كذا. يعني ممكن اقول لك مثلا I'm serious about learning English. I'm serious about learning English. يعني أنا جادة في تعلم الإنجليزية. البنت اللي في الصورة بتتكلم، محدش يفهمني غلط، أنا مش جادة، أنا جاد. المعلم قال الله هو اختار وراح في إيه؟ المهم I'm serious about learning English. I'm serious about learning English. هنسمعهم برضو في الأفلام بيستخدموا serious بمعنى خطير أو مهم، مش حاجة بسيطة يعني. خليني أقول لك مثال عشان نعرف نستخدمها. ممكن نقول مثلا This is a serious problem. This is a serious problem. يعني دي مشكلة خطيرة، دي مشكلة مش بسيطة. This is a serious problem. وعشان نتأكد إن الكلام ده صح ومستخدم، تعال نشوف أمثلة من الأفلام. Are you serious about that? Are you serious about that? Are you serious about that? You made a serious mistake. You made a serious mistake. You made a serious mistake. Stuffing يعني حشو. ولو عاوزين نحدد كلامنا أكتر هنقول turkey stuffing. وهو عبارة عن طبق عادة بيتعمل جنب الديك الرومي في عيد الشكر، ومكون من مكعبات خبز وزبدة وبصل وكرفس وأعشاب ومرقة زي ما حضرتك شايف كده. high profile دي ممكن نستخدمها بمعنى بارز أو مشهور أو مهم. يعني مثلا ممكن نقول She's a high profile lawyer in New York. يعني هي محامية بارزة أو مشهورة في نيويورك. She's a high profile lawyer in New York. ممكن برضه أقول The new store opening is a high profile event for the town. The new store opening افتتاح المحل الجديد is a high profile event for the town. يكون حدث بارز للبلدة، ليه أهمية كبيرة للبلدة يعني. The new store opening is a high profile event for the town. تعال نتأكد من الأفلام. It is a very high-profile wedding. 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 يبقى تشاندلر بيقول لها هنا I'm serious. أنا جاد. أنا بتكلم بجد. Let me do something. Let me do something. خلينا نعمل حاجة. Just not the turkey or the stuffing. Just not the turkey or the stuffing. فقط ليس الديك الرومي أو الحشو. Nothing high profile. Nothing high profile. Profile. Nothing high profile. لا شيء بارز، مش حاجة بارزة أو مهمة يعني. خليني أعمل حاجات غير الحاجات المهمة اللي أنت عاوزة تعمليها عشان الناس تشكرك عليها. هو طبعا عارف إن مونيكا بتحب الثناء، بتحب الناس تثني عليها. I'm serious. Let me do something. Just not the turkey or the stuffing. Nothing high profile. I'm serious. Let me do something. Just not the turkey or the stuffing. Nothing high profile. بص هتقول له إيه؟ Oh, the cranberry sauce. It's easy to make and no one really cares about it. cranberry هو نوع من أنواع التوت وده شكله. طعمه حامض أو لاذع. عشان نعمل الكرانبيري صوص الكرانبيري بنغليه في مية وسكر عشان يبقى طعمه حلو، وهو اللي حضرتك شايفه ده. وعادة بيتعمل مع التركي في عيد الشكر. فمونيكا بتقول له let's see. تمام، خلينا نشوف انت ممكن تعمل ايه في اكل عيد الشكر. the cranberry sauce.
صوص الكرانبيري. It's easy to make. It's easy to make. لو نتكلم بسرعة ممكن نخطف حرف T. It's easy to make. It's easy to make. سهل إنه يتعمل. And no one really cares about it. And no one really cares about it. ولا أحد يهتم به. ما فيش حد بيهتم بالكرانبيري صوص أوي يعني. الكل بيكون مشغول مع الديك الرومي والأكل اللي أنا بعمله. Oh, the cranberry sauce. It's easy to make and no one really cares about it. Oh, the cranberry sauce. It's easy to make and no one really cares about it. بص هو هيقول لها إيه؟ Tell me more. Okay, I'm gonna go check on something across the hall. You start by washing these. check on. check on كذا يعني يطمن على كذا أو يطمئن على كذا، يتأكد إن كل شيء تمام يعني. تعال نشوف كده ممكن نستخدمها إزاي. I should go check on my mom. 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 Of course I've checked on James. 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 I came to check on things. 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 across. across. across معناها الجهة المقابلة أو الناحية التانية. لما أقول لك مثلا across the street يعني الجهة المقابلة من الشارع. عشان توضح أكتر خليني أقول لك مثال وأوريك صورة كمان. ممكن نقول There is a grocery store across the street. A grocery store يعني محل بقالة. هتقول لي ايه الفرق بينها وبين السوبر ماركت؟ السوبر ماركت بيكون حاجة كبيرة زي وول مارت في أمريكا أو فتح الله عندنا. إنما grocery store هو محل عم محمد البقالة اللي جنب البيت. المهم بنقول There is a grocery store. يوجد محل بقالة across the street من الجهة المقابلة للشارع. في محل بقالة يعني في الناحية التانية من الشارع. زي ما حضرتك شايف الصورة كده. There is a grocery store across the street. Hall. hall هو الممر اللي بيكون في مبنى معين. عارف انت الممر الطويل ده اللي بيكون في شركة مثلا او مستشفى او اي مبنى وبيكون فيه غرف مثلا على الجنبين. الممر ده اسمه hall. hall. خليني اقولك مثال عشان تفهم المعنى اكتر. ممكن نقول Please wait for me in the hall outside the office. من فضلك انتظرني في الممر برا المكتب. Please wait for me in the hall outside the office. ممكن برضه استخدمها بمعنى طرقة. عارف الطرقة اللي بتكون في البيت؟ زي الممر بالظبط بس جوه البيت. نقول مثال بصورة عشان نوضح. You'll find the living room down the hall on the right. Down the hall دي اللي بنقول عليها بالعربي آخر الطرقة. Down the hall. You'll find the living room. ستجد غرفة المعيشة. Down the hall on the right. آخر الطرقة على اليمين. هتلاقي غرفة المعيشة آخر الطرقة اللي هم واقفين فيها دي على اليمين كده. You'll find the living room down the hall on the right. Washing. Washing جاية من wash يعني يغسل. واحنا دايما قبل الأكل بنعمل ايه؟ Did you wash your hands? 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 حلو يبقى تشاندلر بيقول لها Tell me more. Tell me more. Tell me more. أخبريني أكثر. قولي لي أكتر يعني المفروض أعمل الكرانبيري صوص إزاي؟ فقالت له Okay, I'm gonna go check on something across the hall. تمام أنا هروح أطمن على حاجة في الناحية التانية من الممر. قلت لك قبل كده إني ممكن أقول لك I'm going to أنا سوف أو اختصرها وأقول I'm gonna أو اختصرها أسرع وأقول I'm gonna go check. I'm gonna go check on something across the hall. I'm gonna go check on something across the hall. يبقى أمانة دي جت منين اللي هي قالتها؟ كانت الأول I'm going to وبعدين اختصرناها وقلنا I'm gonna وبعدين سرعت في كلامها فقالت أمانة I'm gonna go check on something across the hall. هروح أطمن على حاجة في الجهة المقابلة للممر. You start by washing these. You start by washing these. أنت ابدأ بغسل دول وعطيته طبق فيه cranberry. You start by washing these. Tell me more. Okay, I'm gonna go check on something across the hall. You start by washing these. Tell me more. Okay, I'm gonna go check on something across the hall. You start by washing these. Tell me more. Okay, I'm gonna go check on something across the hall. You start by washing these. بص بقى هيروح يغسلهم ازاي؟ Not with soap! You obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. Soap.
soap يعني صابون. soap. tasted الماضي بتاع taste يعني يتذوق أو يدوق. Palmolive ده براند أو علامة تجارية. علامة تجارية في أمريكا المنتجات العناية الشخصية زي الصابون والشامبو وكده اسمه Palmolive. Palmolive. وطبعا potatoes يعني بطاطس. potatoes. أغلب النطق اللي هتسمعوا ليها هو potatoes. potatoes بضم بقك في الآخر. potatoes. ممكن تقولها potatoes زي ما تحب. هما يقولوها ازاي؟ potatoes. potatoes. ولو سمعت حد بيقولها potatoes potatoes بيفتح الأو اللي في الآخر قالها potatoes. potatoes 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 potatoes. ده الفرق بينهم. وعشان نتأكد الراجل اللي هنسمعه ده هيضمها وتشاندلر هيفتحها. اسمع كده. I like potatoes. I like potatoes. I like potatoes. I like potatoes. Potatoes, 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 potatoes. حلو. فهي بتقول not with soap. not with soap. not with soap. مش بالصابون. ما تغسلهاش بالصابون يعني. فهو قال لها بقى you obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. you obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. يعني من الواضح ان انت ما دوقتيش البطاطس اللي بالPalmolive. كانوا بيقول لها انت بتقولي ما اغسلهاش هنا، يبقى واضح ان انت ما دوقتيش البطاطس اللي بعملها بنكهة صابون Palmolive. نقولها تاني عشان نثبت المعنى. you obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. Not with soap! Not with soap! Not with soap! Not with soap! You obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. You obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. You obviously haven't tasted my Palmolive potatoes. تعال نكمل ونشوف هيحصل ايه. Hey, guess what Joey has? 3 tickets to today's Rangers game. Dude, I wanted him to guess. guess يعني يخمن. فروس بيقول له hey guess what Joey has. guess what Joey has يعني يخمن جوي مع ايه. فجوي حرق التخمينة وقال 3 tickets to today's Rangers game. 3 tickets to today's Rangers game. Rangers ده اختصار لاسم الفريق نيويورك رينجرز، وده فريق في لعبة الايس هوكي او الهوكي اللي بيتلعب على الجليد زي ما حضرتك شايف كده. وجيم يعني مباراة. فجو بيقول 3 tickets to today's Rangers game يعني 3 تذاكر لمباراة رينجرز بتاعة النهاردة. لو فاكرين قلنا ان الابوستروفي اس دي بتاعة الملكية زي ما قلنا أحمد's book. أحمد's book الكتاب بتاع أحمد. نفس الموضوع today's Rangers game يعني مباراة رينجرز بتاعة اليوم. المهم راس اتضايق وقال dude I wanted him to guess. dude I wanted him to guess. يا صاح أنا أردت أن يخمن. dude I wanted him to guess. وأعتقد راس الوحيد اللي أسمعه بيقول wanted لأن هو شخص بيحب يتكلم بشكل مظبوط. أغلب الأمريكان بيقولوا الكلمة دي wanted يعني لو حد أمريكي بيقولها بشكل عادي هيقولها كده dude I wanted him to guess. I wanted him to guess. I wanted him to guess. واصلة معاك؟ فراس بيحب ايه يدقق على كل حرف. هي دي شخصيته في المسلسل. حتى في حلقة تريقوا عليه وممكن اجيبها لك في السلسلة اللي جاية او حاجة. بس الناس تدينا لايك بس. ادينا لايك مش تخسر حاجة. Hey, guess what Joey has? 3 tickets to today's Rangers game. Dude, I wanted him to guess. Hey, guess what Joey has? 3 tickets to today's Rangers game. Dude, I wanted him to guess. تشاندلر هنا يتحمس ويقول Oh my God! Yeah, they're great seats too. Guess where they are? Center ice. Did I do something to you? seats يعني مقاعد مفردها a seat. فتشاندلر زي ما قلنا اتحمس وقال Oh my God يا إلهي. فجو رد وقال Yeah they're great seats too. Yeah they're great seats too. أيوة إنها مقاعد رائعة أيضا. التذاكر دي في أماكن حلوة يعني يقدروا من خلالها يشوفوا المباراة كويس. فراس برضو مصمم يخليه يخمن. قال له Guess where they are. Guess where they are. Guess where they are. خمن أين هم يكونوا. يعني خمن كده المقاعد دي مكانها فين في الصالة اللي هيتلعب فيها المباراة. وجو برضو ما خلوش يخمن وقال Center ice. Center ice. نقدر نقول إيه Center ice زي ما تحب. بس لو هتتكلم بشكل طبيعي زيهم Center ice. Center ice. Center ice. المهم
سانرايز هو أفضل مكان في صالة الهوكي لأنه بيكون في منتصف الملعب فبتشوف كل حاجة. فروس بقى قال له Did I do something to you؟ أنا عملت لك حاجة؟ هل أنا فعلت لك شيئا ما؟ أنا عملت لك حاجة؟ عندك مشكلة معايا؟ ما تسيبه يا عم يخمن، أنت كل شوية تحرق له الموضوع. Did I do something to you? Oh my God! Yeah, they're great seats too. Guess where they are? Center ice. Did I do something to you? Chandler هيرد ويقول لهم The game's at 1. So? Dinner's at 4. We'll never make it back. So we'll leave before it's over. We'll be back in time. The game is at 1. The game is at 1. بسرعة. The game is at 1. The game is at 1. The game is at 1. المباراة في الواحدة. هنلاحظ انهم لما بيحبوا يحددوا الوقت بالظبط بيقولوا at الوقت المحدد. The game is at 1. فراس رد وقال So لما بقولها بالشكل ده بيكون معناها وإن يكن وماذا في ذلك وإيه يعني المشكلة يعني لو المباراة الساعة 1. فتشاندلر قال له Dinner is at 4. We'll never make it back. Dinner is at 4. العشاء في 4. العشاء الساعة 4. We'll never make it back. Make it back ده تعبير بيتقال على بعضه كده بمعنى يلحق يرجع أو ينجح في العودة. اسمع الأمثلة دي كده عشان المعنى يوضح أكتر. I can't promise that you'll make it back alive. I can't promise that you'll make it back alive. I can't promise that you'll make it back alive. I can't promise that you'll make it back alive. We'll never make it back before sunrise. 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 حلو. فتشاندلر بيقول له Dinner's at 4. We'll never make it back. Dinner's at 4. We'll never make it back. العشاء في الساعة 4. نحن لن ننجح في العودة أبدا. العشاء الساعة 4 ومش هنلحق نرجع عشان عيد الشكر. فجوي قال So we'll leave before it's over. So we'll leave before it's over. إذن سنغادر قبل أن تنتهي. هنمشي قبل ما الماتش يكون انتهى. We'll be back in time. We'll be back in time. سنعود في الوقت بين قوسين قبل الميعاد أو قبل فوات الأوان. ليه بقول لك بين قوسين قبل الميعاد أو قبل فوات الأوان؟ عشان ممكن حد يسأل طيب إيه الفرق بين in time و on time؟ on time يعني في الميعاد بالظبط. يعني ممكن أقول لك The train arrived on time. The train arrived on time. يعني القطر وصل في الميعاد بالظبط. The train arrived on time. إنما in time يعني في الوقت قبل الميعاد أو قبل فوات الأوان. يعني عشان توضح ممكن أقول لك I hope I finish this in time. يعني أأمل إن أنا أخلص هذا في الوقت. مثلا بعمل حاجة فبقول أأمل إن أنا أخلصها في الوقت قبل فوات الأوان قبل الميعاد اللي المفروض تخلص فيه. وصلت؟ I hope I finish this in time. أأمل إني أخلص هذا في الوقت. طيب نقول بقى الكلام ده تاني عشان المعنى يوصل كله. The game is at 1. المباراة في الواحدة. فراس قال له So ويعني تشاندلر بيقول له Dinner's at 4. We'll never make it back. العشاء في 4. لن ننجح في العودة أبدا. فجوي قال له So we'll leave before it's over. إذن سنغادر قبل أن تنتهي. We'll be back in time. سنعود في الوقت. هنكون هنا قبل الميعاد يعني اللي المفروض هنتعشى فيه أو نحضر فيه عيد الشكر. تعال نسمعها تاني كده. The game's at 1. So? Dinner's at 4. We'll never make it back. So we'll leave before it's over. We'll be back in time. The game's at 1. So? Dinner's at 4. We'll never make it back. So we'll leave before it's over. We'll be back in time. The game's at 1. So? Dinner's at 4. We'll never make it back. So we'll leave before it's over. We'll be back in time. تعال نكمل ونشوف هيحصل ايه. You say that now, but it could take us a long time to get back home. Plus, Joey could get lost and they could have to page us to go pick him up. Get back home. Get back home معناها يرجع أو يعود للبيت. ما تقولش get back to home. لا هي بتتقال على بعضها كده. Get back home. ممكن أقولك مثلا Let me know when you get back home safely. Safely يعني بأمان أو بسلامة. Let me know. Let me know. Let me know. خليني أعرف. When you get back home safely. When you get back home safely. عندما تعودي للبيت بأمان. Let me know when you get back home safely. طبعا plus أخذناها في الحلقة اللي فاتت ودي سلسلة فمش هنكرر الكلام. Get lost. Get lost يعني يتوه أو يضيع. Get lost. اسمع كده. It's easy to get lost in here. 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 I got lost in the forest. 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 Page.
page كفعل معناها، عارف لما تبقى واقف في مطار مثلا أو أي مكان وتلاقي حد بينادي عليك في الميكروفون الداخلي، زي مثلا لما بنسمعهم بيقولوا إلى السيد كذا كذا يوجد توجه إلى غرفة مش عارف إيه. مش عارف أقلدهم. المهم وصلتك الفكرة أهو. page هنا معناها ينادي على حد في الميكروفون الداخلي. يعني ممكن أقول لك مثلا they paged me at the airport because I was late. They paged me at the airport because I was late. يعني هم نادوا عليا بالميكروفون الداخلي في المطار عشان أنا كنت متأخر. They paged me at the airport because I was late. pick شخصا ما، up أو pick up شخصا ما معناها يصطحب الشخص ده، يروح يجيبه يعني. اسمع كده. Can you pick me up from the airport? 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 I have to pick up my friend Justin from the airport. I have to pick up my friend Justin from the airport. I have to pick up my friend Justin from the airport. I have to pick up my friend Justin from the airport. يبقى تشاندلر هنا بيقول له you say that now. انت بتقول ده دلوقتي. You say that now. But it could take us a long time. But it could take us a long time. ولكن قد تأخذ مننا وقت طويل to get back home. لنعود للبيت. Plus بالإضافة إلى ذلك Joey could get lost. Joey قد يتوه. And they could have to page us. And they could have to page us. وقد يضطروا أن ينادوا علينا في الميكروفون. To go pick him up. To go pick him up. لنذهب ونصطحبه. بيقول له يعني انت بتقول كده دلوقتي اننا ممكن نمشي قبل ما المباراة تنتهي، ولكن قد تأخذ مننا وقت طويل عشان نرجع للبيت. وكمان جوي ممكن يتوه مننا، والناس اللي شغالة في الملعب هيضطروا ينادوا عليه في الميكروفون عشان نروح ناخده كأنه عيل صغير تايه، والناس لقوه بينادوا على اهله في الميكروفون الداخلي. اسمعها تاني كده. You say that now, but it could take us a long time to get back home. Plus, Joey could get lost and they could have to page us to go pick him up. You say that now, but it could take us a long time to get back home. Plus, Joey could get lost and they could have to page us to go pick him up. You say that now, but it could take us a long time to get back home. Plus, Joey could get lost and they could have to page us to go pick him up. بص بقى جوي هيقول له ايه؟ Dude, 2 times that happened! Look, Monica's been working hard all day. She didn't want to host this thing in the first place. We shouldn't go. In the first place. In the first place ده تعبير بيتقال على بعضه كده بمعنى في المقام الأول أو من البداية. In the first place. In the first place. فجوي بيقول له Dude, 2 times that happened. Dude, 2 times that happened. يعني يا صاح مرتين ده حصل. أنا تهت في الملعب ده مرتين بس. ما تهتش كتير يعني. على أساس إنه المفروض يتوه أصلا، هو كبير كده. المهم تشاندلر قال له Look, Monica's been working hard all day. Monica's been working hard all day. بصوا، مونيكا كانت تعمل بجد طول اليوم ولسه بتعمل بجد عشان تحضر أكل عيد الشكر. وكمل. She didn't want to host this thing in the first place. She didn't want to host this thing in the first place. She didn't want to host this thing. Host this thing. مزيكا يا شباب. Host this thing in the first place. يعني هي ما كانتش عاوزة تستضيف الشيء ده من البداية. ما كانتش عاوزة تستضيف عيد الشكر من الأول يعني زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، ولكن في بيئة أقنعتها بذكائها. وكمل. We shouldn't go. We shouldn't go. لا يجب أن نذهب. ما ينفعش نروح المباراة وما نحضرش عيد الشكر اللي هي طالع عينها فيه طول اليوم، وهي ما كانتش عاوزة تستضيفه من الأول وانتوا اللي أصريتوا عليها أصلا. هذا هو الزوج الوفي. Dude, 2 times that happened! Look, Monica's been working hard all day. She didn't want to host this thing in the first place. We shouldn't go. Dude, 2 times that happened! Look, Monica's been working hard all day. She didn't want to host this thing in the first place. We shouldn't go. Dude, 2 times that happened! Look, Monica's been working hard all day. She didn't want to host this thing in the first place. We shouldn't go. بص بقى روس هيقول لجوي ايه وركز على عينيه. He's right, man. Yeah, I guess. All right, so see you at 4. Okay. روس قال لجوي he's right man. يعني هو صح يا رجل، وغمز له كده بعينه. هنعرف ليه الغمزة دي دلوقتي، استنى. فجوي قال له yeah I guess. أعتقد إن هو صح. Alright, so see you at 4. Alright, so see you at 4. تمام، نراك في 4. نشوفك بقى الساعة 4 على العشاء كده. فقال لهم اوكي. بص بقى هيعملوا ايه دلوقتي. We're still going to the game, right? Yeah. روس قال له we're still going to the game, right? We're still going to the game, right?
we're still going in the game right؟ نحن ما زلنا سنذهب للمباراة صح؟ فجوي قال له أيوة، ولا كأنه كان بيديهم درس من شوية عن الإخلاص جوا. خدوا الكلام من هنا طلعوه من هنا. We're still going to the game, right? Yeah. We're still going to the game, right? Yeah. تعال بقى نروح معاهم المباراة اللي هيشوفوها دي. طبعا هم هنا في المباراة، واحنا عارفين طبعا اللي معظم اللي بيتفرجوا على المباريات او المطشة بيكونوا منفعلين شوية وبيطلعوا غضبهم على اللعيبة، فالكلام كله اصلا داخل في بعضه ومش هنسمع قوي هم قالوا ايه، بس هنقرأ الشفايف. خلينا نركز الاول على روس. تعال نبص عليه لوحده كده. قال ايه؟ قال you suck. You suck مستخدمة جدا في العامية الأمريكية بمعنى يكون فاشل أو يكون سيء. لما أحب أقول يكون فاشل أو يكون سيء في حاجة معينة بقول suck at كذا. حتى البنت اللي هنسمعها دي هتقول we both know that you suck at cooking. We both know كلانا نعرف that you suck at cooking إنك تكون فاشل أو سيء في الطبخ. إحنا الاتنين عارفين إنك ضايع في الطبخ، فاشل، متعرفش تطبخ. اسمعها كده. We both know that you suck at cooking. We both know that you suck at cooking. We both know that you suck at cooking. الممثل ده برضه هيقول he sucks at his job. He sucks at his job. يعني هو يكون فاشل في وظيفته، فاشل أو سيء جدا في شغله. يعني ليه قلنا he sucks؟ ليه اس هنا؟ لأن suck أصلا فعل، وإحنا عارفين إن مع he she it أو مفرد بنحط للفعل اس. اسمعوا كده. He sucks at his job. He sucks at his job. He sucks at his job. حلو. فراس بيقول للاعب أنت تكون فاشل أو أنت تكون سيء، ما بتعرفش تلعب يعني. وقال له إيه تاني؟ شوف كده. get off حاجة. قال إيه بقى؟ get off the ice. get off the ice. دي جملة بتتقال دايما في مباريات الهوكي اللي على الجليد، بمعنى اترك الجليد، اطلع بره الملعب، يعني مش عاوزينك تلعب، من كتر لعبك الوحش مش عاوزينك تلعب. get off the ice. طيب لو الماتش مثلا على أرض يعني مش على جليد، هل هقول get off the ice؟ لا، ممكن تقول حاجة تانية، عشان لو حابب تطرد حد من الملعب أو عايز تقول لحد امشي من الملعب هتقول له get off the field. get off the field يعني اطلع بره الملعب. get off the field. وعشان احنا دايما بنتأكد اسمع كده. Get off the ice, Nick. 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 Get off the field. Get off the field. Get off the field. طيب في حاجة قالها راس برضو في الآخر كده، حاول تخمنها. قال له you idiot. you idiot يعني أيها الغبي، أيها الأحمق. يبقى اللي راس قاله لحد دلوقتي you suck. get off the ice you idiot. انت فاشل، اطلع بره الجليد أيها الأحمق. جوي بقى قال ايه؟ اسمع كده. جوي إلى حد ما مسموع شوية. قال you bum get off the ice. you bum دي بقولها لأي حد كسول أو فاشل، بمعنى أيها الكسول أو أيها الفاشل. حتى شوف الممثل ده كده هيقولها إزاي. Get out of my face, you bum! 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 حلو. يبقى جوي قال you bum get off the ice. وحتى لو بصيت على رياكشنات ايده هتلاقيه بيخلعوا كده، بيمسكوا يشيلوا يعني من على الجليد وبيطلعوا بره. you bum get off the ice. أيها الفاشل اطلع بره الجليد، مش عايزينك تلعب يعني. تعال نكمل كده ونشوف التحول اللي هيحصل فجأة ده. تحول غريب في المشاعر. كانوا بيشتموا اللعيبة ودلوقتي راس بيقول له what a game. يا لها من مباراة. هذه اللي هي مش كده. فجوي قال له I know yeah. أنا عارف أيوه، يا لها من مباراة. What a game. I know, yeah. خلينا نكمل. I can't believe Chandler's missing this. Yeah, I'm sorry he's not here too, but I gotta say I am really enjoying Nacho Chip.
missing جاية من miss واللي معناها هنا يفوت. مثلا ممكن أقول لك we missed the beginning of the movie. we missed the beginning of the movie يعني إحنا فوتنا بداية الفيلم، ما شفناش البداية يعني. we missed the beginning of the movie. sorry هنا مش معناها إني بتأسف على حاجة، لا، أنا بس بستخدمها عشان أتعاطف مع حد، بمعنى آسف أو زي ما نقول كده يؤسفني كذا كذا. حتى اسمع كده. I'm sorry to hear that. 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 ناتشو هنا بيشير بيها للأكل المكسيكية المشهورة في أمريكا اللي اسمها ناتشوز، ودي شكلها، وبتتكون من رقائق تورتية مقلية وبيتحط عليها جبنة ولحمة مفرومة وخضار وكده. فراس هنا بيقول I can't believe Chandler's missing this. أنا مش مصدق إن تشاندلر بيفوت ده، إن هو يعني فوت على نفسه يشوف الماتش الجامد ده عشان ما يزعلش مونيكا. مخلص. فجوي قال له Yeah I'm sorry he's not here too. أنا يؤسفني إن هو مش هنا أيضا. But I gotta say. لكن لازم أقول الحقيقة تتقال يعني I'm really enjoying nacho chair. أنا أستمتع بكرسي الناتشو جدا. أنا مستمتع يعني بالكرسي اللي عليه الناتشوز بتاع تشاندلر اللي ما جاش يقعد عليه. يعني هو لو كان جه ما كانش هيستمتع زي ما هو مستمتع دلوقتي بالأكل. مخلص أوي بيحب الأكل أكتر من أي حد. I can't believe Chandler's missing this. Yeah, I'm sorry he's not here too, but I gotta say, I am really enjoying nacho chair. I can't believe Chandler's missing this. Yeah, I'm sorry he's not here too, but I gotta say, I am really enjoying nacho chair. بص بقى راس هيقول له إيه؟ I'd probably enjoy it more if you didn't keep batting my hand away. Batting away جاية من bat away. لما أقول لك bat حاجة away أو bat away حاجة، دي معناها عارف لما دبانة أو حاجة تيجي عليك وانت بتبعدها بإيدك كده، هو ده معنى bat away، يضرب أو يبعد حاجة. نحطها في مثال عشان نعرف نستخدمها. ممكن نقول مثلا She was batting away flies in the park. يعني هي كانت عمالة تبعد الدبان كده في الحديقة. She was batting away flies in the park. عشان تتأكد برضو شوف البنت دي هتقول ايه وبص على حركة ايديها. That comes near you, you bat it away. 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 فChandler بيقول له Yeah, I'd probably enjoy it more. نفككها من بعض. Yeah, I would probably enjoy it more. Yeah, I'd probably enjoy it more. أيوة أنا كنت على الأرجح هستمتع بيها. would هنا كنت سوف كنت أستمتع بطبق الناتشوز أكتر. If you didn't keep لو لم تظل batting my hand away بتبعد ايدي، يعني كل ما اجي امد ايدي عشان اخد من الطبق واكل معاك تبعد ايدي او تضرب ايدي كده عن الطبق. وصلت الفكرة؟ اسمعها تاني كده. I'd probably enjoy it more if you didn't keep batting my hand away. I'd probably enjoy it more if you didn't keep batting my hand away. I'd probably enjoy it more if you didn't keep batting my hand away. اسمع بقى راس هيقول ايه؟ Yeah, these seats are great. I know. When I was here for holidays on ice. جوي قال These seats are great. المقاعد دي رائعة. فراس قال له I know. أنا عارف. When I was here. لما أنا كنت هنا. For holidays on ice. عشان holidays on ice. يعني ايه holidays on ice؟ وليه الناس ضحكت؟ وليه جوي بص للناس اللي وراه وكأنه ما كانش عاوزهم يسمعوا اللي راس قاله؟ تحس انه اتكسف لما راس قال holidays on ice. اولا يعني ايه holidays on ice؟ ده يا سيدي عرض كده كان بدأ في التسعينات، وهو عبارة عن ان في مجموعة من الناس اغلبهم اطفال وستات بيتزلجوا على الجليد. طيب ليه جوي اتكسف قوي كده؟ لان العرض ده حاجة فرافيري خالص كده، حاجة ناعمة قوي، مش زي الهوكي مثلا بيدغدغوا بعض في الملعب زي ما احنا شايفين كده. ففي بنات قاعدة ورا جوي لو سمعوا ان راس راح العرض الفرافيري ده فانا صاحبك اكيد بروح معاك، عشان كده هو اتكسف والناس كمان ضحكت.
اللي هو يعني احنا رجاله قوي، ما بروحش، انا ماليش دعوه بيه. ما بروحش اتفرج على الكلام ده، انا بتفرج على هوكي بيدغدغوا بعض اهو. Yeah, these teams are great. I know. When I was here for holidays on ice. Yeah, these teams are great. I know. When I was here for holidays on ice. هيكمل ويقول I was sitting so far away, Michelle Kwan couldn't read my banner. banner يعني لافتة زي اللي حضرتك شايفها دي. فبيقول له I was sitting so far away. I was sitting so far away يعني أنا كنت قاعد بعيدا جدا. far away يعني بعيد جدا. ميشيل كوان couldn't read my banner. ميشيل كوان لم تستطع أن ترى لافتتي. ميشيل كوان دي واحدة من اللي بيتزلجوا على الجليد. فهو بيقول أنا لما كنت بحضر العرض ده كنت بقعد في مكان بعيد قوي لدرجة ان ميشيل كوان ما كانتش بتقدر تشوف اللافتة اللي انا كاتب عليها حاجات ليها. I was sitting so far away, Michelle Kwan couldn't read my banner. I was sitting so far away, Michelle Kwan couldn't read my banner. خلينا نكمل. Whoa, hey, we better get going. If we don't leave right now, we'll be late for dinner. طبعا we'd better اختصار لي we had better يعني من الأفضل أن تفعل كذا كذا. ممكن نقولها we had better أو نختصرها we'd better أو نشيل had خالص وأقول we better. والتلاتة معناهم نحن من الأفضل أن. اللي متابع الحلقات اللي فاتت أكيد عارفها. get going معناها يبدأ يمشي، يبدأ يغادر. we'd better get going من الأفضل أن نبدأ نمشي. طيب لو شلت get going وقلت we'd better go هل فيها حاجة؟ لا ما فيهاش حاجة، هي مباشرة بس شوية. من الأفضل أن نمشي. إنما we'd better get going من الأفضل أن نبدأ بالمشي. من الأفضل أننا نبدأ نمشي يعني. وكمل if we don't leave right now لو لم نغادر حالا. right now يعني حالا. we'll be late for dinner. late for كذا يعني متأخر على كذا. سيلفستر ستالون مثلا هيقول لك and I'm very late for work يعني وأنا متأخر على العمل جدا. اسمعوا كده. And I'm very late for work. يبقى جوي قال whoa hey we'd better get going. whoa hey من الأفضل إننا نبدأ نمشي. من الأفضل إننا نمشي. If we don't leave right now, we'll be late for dinner. لو ما غادرناش حالا هنكون متأخرين على العشاء. Whoa, hey, we better get going. If we don't leave right now, we'll be late for dinner. Whoa, hey, we better get going. If we don't leave right now, we'll be late for dinner. Whoa, hey, we better get going. If we don't leave right now, we'll be late for dinner. للأسف روس مش هيسمع الكلام وهيقول له Oh, but it's a tie game, so we're a little late. You know, the girls will be there. Let's just stay for one more goal. A tie game يعني مباراة متعادلة في الأهداف يعني 1-1 أو 0-0 أو 5-5 أي تعادل. طيب لو عاوز أقول المباراة انتهت بالتعادل إزاي أقول انتهت بالتعادل دي؟ بص هقولها كده. The game ended in a tie يعني المباراة انتهت بالتعادل. طيب لو عاوز أقول المباراة انتهت بالتعادل السلبي. التعادل السلبي يعني 0-0 مفيش حد جاب جوان فهقولها كده. The game ended in a scoreless tie. A scoreless tie يعني تعادل سلبي 0-0 يعني محدش جاب جوان. The game ended in a scoreless tie. فروس هنا بيقول له Oh but it's a tie game. لكنها مباراة متعادلة يعني مش عارفين مين اللي هيكسب. So we're a little late. إيه يعني متأخرين شوية. You know the girls will be there. البنات ستكون هناك. Let's just stay for one more goal. خلينا بس نبقى لهدف واحد كمان عشان نعرف بس مين اللي هيفوز. Oh, but it's a tie game, so we're a little late. You know, the girls will be there. Let's just stay for one more goal. Oh, but it's a tie game, so we're a little late. You know, the girls will be there. Let's just stay for one more goal. جوي هيقول له Oh no. One more fight. Okay. I don't know. مش هتسمع I don't know. مش هتسمعها كده. هو جوي ناوي يقرفك او الصوت وطى عنده شوية. هو ما نطقش اول جزء قالها ازاي؟ قالها جوه بقه مش عارفه ما طلعهاش. I don't know. هي بتتفهم بقى ايه من سياق من شكل وشه اصلا. I don't know. اللي هو يعني مش عارف اعمل ايه، ممكن الهدف ده يتأخر. فقال له
one more fight one more fight يعني خناقة واحدة كمان. طبعا في هاكي الجليد بيكون في خناقات كتير، فبيقول له خناقة واحدة بس كمان وهنمشي، يعني الجون بيجي بالعافية فممكن ايه نشوف خناقة كده ونمشي. فقال له اوكي تمام. One more fight. Okay. One more fight. Okay. هنروح بقى نشوف تشاندلر ومونيكا عاملين ايه. Where is everybody? They're 45 minutes late. I can't believe they're not here. طبعا مونيكا قالت where is everybody، وشوف اتكت على is، قالت where is everybody يعني أين يكون الجميع. هو فين الجميع؟ بتتك على الكلام، بتشدد على الكلام، هم فين الناس دي؟ where is everybody؟ they're 45 minutes late. they're 45 minutes late. هم متأخرين 45 دقيقة، ساعة إلا ربع. فتشاندلر قال I can't believe they're not here. I can't believe they're not here. أنا مش مصدق إنهم مش هنا. I can't believe they're not here. اسمعهم تاني كده. Where is everybody? They're 45 minutes late. I can't believe they're not here. Where is everybody? They're 45 minutes late. I can't believe they're not here. Where is everybody? They're 45 minutes late. I can't believe they're not here. هنقف بقى عند الحتة دي وهنكمل بإذن الله في الحلقة الجاية، وهنشوف إزاي بقى هيبرروا تأخرهم ده، وكمان البنات ما راحوش، هنعرف برضو كانوا فين في الحلقة الجاية. اوعى تفوتها يا صديقي. لو الحلقه كانت مفيده وعاوزنا نكمل السلسله دي، يا ريت تعمل لايك وتسيب لنا قلب في التعليقات، عشان الحلقه اللي فاتت كنت بعد التعليقات، والغريب انهم كانوا بيوصلوا رقم معين وبيقفوا. مش عارف الموضوع ده صدفه ولا انتم متفقين مع بعض. هسيب لك المشهد كامل في قناتنا على تيليجرام، الرابط في الوصف تحت الفيديو. بطلنا نرفعه على واتساب لانه بصراحه مش عملي. يلا مش عاوز اطول عليك اكتر من كده، لايك وشير واشوفك على خير. صلى على النبي والسلام عليكم. Subscribe.